اهلا بكل متابعين ابولو ليج. مبروك تشيلسي تجاوز بطل دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان بفضل 3 حاجات عملهم ماريسكا ما قدرش يعملهم انزاجي مع نفس الفريق في نفس البطوله كاس العالم للانديه. ماريسكا عمل 3 حاجات، وكان هو قبل المباراه كان بيراهن ان هو هيقدر يتجاوز باريس سان جيرمان بنتيجه كبيره، وده اتحقق فعلا في المباراه النهارده. عمل ايه ماريسكا؟ لعب بخطه خاصه، تقدر تقول كده خلطه كنتاكي في الماتش ده بطريقه غريبه، وخطه مخصوصه للماتش النهائي قدام باريس سان جيرمان. اللعب كان تقدر تقول كان بوحشيه، كان برجوله. مفيش لعيب في الماتش في تشيلسي ما كانش مركز وما كانش بيلعب بذكاء قدام باريس سان جيرمان. كل لعيب في الماتش كان موظف وموفق في نفس الوقت، كان موظف لمهمة معينة وكان موفق فيها، وده اللي أدى للنتيجة دي في الآخر بفوز تشيلسي على باريس سان جيرمان. خلينا نتكلم، لأن أنا مش هقدر طبعا أتكلم على كل لعيبة تشيلسي، بس هاخد بعض العناصر كده في مراكز مختلفة. من أول حارس المرمى روبرت سانشيز. كلنا على نفس راينا ان مش هو ده حارس المرمى اللي يكمل مع تشيلسي اساسي في الفتره اللي جايه، بس ده ما يمنعش ان هو عمل مباراه كبيره جدا جدا قدام باريس سان جيرمان، ولازم يثنى عليه في المباراه ديت، لان الراجل يستحق ده في الفتره دي في المباراه دي. بس انا على نفس رايي وزي اراء كل الناس الكرويه ان هو مش الحارس المرمى اللي يكمل مع تشيلسي بشكل اساسي في الفتره القادمه. زي ما قلت، ماريسكا كان عامل ضغط في الخطه على الناحيه الشمال بالذات. نانو مانديز بصراحه ما كانش قادر يعمل اي حاجه، وكان في اسوأ حالاته واسوأ مباراه بصراحه انا شفتها للاعب الباك الشمال البرتغالي نونو مانديز، وده بسبب الرقابه الحديديه. الراجل كان ممسوك من 3 الناحيه الشمال، 3 لعيبه كانوا مراقبينه، ما كانش قادر يخرج خالص بالكوره ولا يوزعها ولا يقدر يتصرف في الموقف ده، ولا هو ولا غيره، لان ماريسكا عمل عليه تقدروا تقولوا ربطه حديديه جامد جدا، وقفل الجانب الشمال ده خالص لباريس سان جيرمان. الغريب ان تشيلسي لما ضغطت على باريس سان جيرمان، والمهم لو باريس كان يقدر يكسر الضغط دوت ويتجاوزه، كان هيلاقي مين قدامه؟ كان هيلاقوا كايسيدو قدامك، رغم اللي هو لعيب شرس وتدخلات، يعني بيخش بتدخلات صعبه، تقدر تقول ان هو بيخش يكسر اللي قدامه. وده لما انا قعدت اتكلمت مع بعض المحللين واتكلمنا على طريقته في التدخلات، وكان في بعض الاراء بتقول لا دي مش كوره، ده ما ينفعش، ده مش كوره نظيفه. فانا كان رد ليهم روح اقعد في بلد ما فيهاش كوره اصلا عشان تقدر تتعايش مع رايك. الكوره فيها كل حاجه، واللي كان بيتعمل دوت في الماتش زي ده كان لابد من انه يتعمل عشان تقدر تكسب بطوله زي كاس العالم للانديه قدام فريق قوي بطل دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان. ما تجيش تقول لي لا اللعب النظيف ومش اللعب النظيف، النتيجه في الاخر والبطوله فين في الاخر. كايسيدو زي ما قلت، رغم ان هو خد انذار وكان كمان مع الرأفة، لان الحق يعني هو كان يستحق عليه طرد، بس الحكم تقدر تقول عليه كده تعاطف معاه، وكان انذار مستحق فعلا. بس هو كان سبب قوي جدا
في وقف امدادات باريس سان جيرمان وهجماته وخطورته، انه يحجم خطورته. كول بارمر هو رجل المباراة من وجهة نظري، بعيد عن اي احصائيات. يعني الاحصائيات الرسمية ماليش علاقة بيها كان هو او غيره، بس من وجهة نظري انا محمد ابولو، كول بارمر هو الافضل في المباراة، هو رجل المباراة بصراحة، افضل من في تشيلسي الفترة ديت. وانا براهن ان الراجل ده او اللعيب ده هيجي يوم من الايام وهيلبس شارة الكابتن لتشيلسي. لعيب ما بيحسش بضغط المباريات، لعيب هادي وراسي، وتحس ان هو بارد وملوش علاقة باي حاجة غير تركيزه مع اللعيب اللي معاه، مع اللعبة اللي تحت رجله، في توقيت المباراة، في نتيجة المباراة، في الأجواء. غير كده ما بيتأثرش بأي ضغط. وده هياخدني لماركو كوكوريا، اللاعب الأسباني. لاعب في الماتش ده، أنا بقول اللاعب الأسباني ليه؟ لأني من صفات اللاعب الأسباني الهدوء واللعب بالشوكة والسكينة. تحس ان انت ماسك حته جاتوه وبتاكل، يعني بتاكل حته جاتوه لكم ان تتخيلوا الموقف. انما هو هنا مش اسباني خالص. انا بشوف ماركو ان هو بصفات لعيب اسباني، بصفات ايطاليه، لعيب تنح كرويا، صلب دفاعيا، عنده غلاسه. يعني هو من اللعيبه اللي كانت سبب خروج باريس سان جيرمان من تركيزه بسبب استفزازاته. يعني هو من بعد الهدف الاولاني هو ما بيعملش حاجه في المباراه غير انه بيستفز لعيبه باريس سان جيرمان. وده مش عشان ان هو تنح ورخم، لا، هو دي استراتيجيه لعيب وتعليمات مارسكا ان يتعاملوا مش كرويا بس في المباراه، نفسيا كمان. اللاعب كان بيستفز اللعيبه بشكل ان هو كان سبب في ان اللعيب يطرد. يعني خرجوا بره شعوره بسبب استفزازاته، فشدوا من شعره، فالحكم راح شاف الفار اداله الكارت الاحمر، خلاص خلص، هو حقق الهدف ان اللعيب يطرد. فانت دي عايزين نتعلمها، اللعب النفسي جنب اللعب البدني والفنيات. نروح لجواو بيدرو، جاب هدف وقدم ملحمه كرويه يعني مع تشيلسي في المباراه ديت كبرى، ملحمه كبرى. هو لعيب تحركاته بره ال 18 مزعجه جدا جدا للفريق المقابل باريس سان جيرمان. عنده طريقه كده بيسحب بيها اللعيبه للنقطه اللي هو عايزها. وباريس سان جيرمان للاسف وقع في كذا مصيده في الماتش ده. مبروك لتشيلسي. انا مش هقدر اتكلم كتير على كل اللعيبه، رغم ان كل لعيب ليه حق ان يتقال عليه على الاقل جمله. بس كلنا شفنا المباراه وكلنا شفنا ان تشيلسي ما ينفعش ان هو يتحط بره التوقعات. ما تقدرش تقول ان تشيلسي وقع فهو بعيد عن بطوله ما. تشيلسي فيه خصله اصيله، وبيقدر يشتغل على الحته دي قوي مع كل مدرب بيجيله، مع كل لعيب بيدخله، وفي كل بطوله بيلعب فيها. ان هو لما بيحصل له دروب بيرجع بسرعه جدا، سرعه البرق. فريق فعلا لازم تحطه دايما كمرشح في اي بطوله للحصول عليها. اشوفكم في فيديو قادم قريب.